شاهد الله فاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله وكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اصابه 24 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. انعقاد المؤتمر الثامن لفرع الجبهه الشعبيه في سويسرا. جهود لتطوير قدرات الشباب. برلين تستعيد رسميا 26 قطعة أثرية من فرنسا. بشار الأسد يجتمع بوزير خارجية الأمارات في دمشق. ورقوة سامة تغطي سطح نهر اليابان عن الهند. الإخبارية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليم الأوسط والجنوبي. عفوا أعزائي المشاهدين، بالعودة إلى نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليم الأوسط والجنوبي وعنسبة والقاشبركة قد أظهرت إصابة 24 مواطنا بفيروس كورونا، فقد ظهرت 12 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و9 إصابات في الإقليم الجنوبي، 7 في عد غيح، و2 في دبار، وإصابتان في حمل مالو بإقليم عنسبة، وإصابة واحدة في بارونتو بإقليم القاشبركة. في غضون ذلك شفي 11 من مرضى وباء كورونا، 9 من إقليم عنسبة و2 في الإقليم الأوسط، وتوفي مريض بوباء كورونا في الإقليم الأوسط يبلغ من العمر 86 عاما، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7003، شفي منهم 6795، وتوفي 48 مريضا، فيما لا يزال 160 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 10 من نوفمبر 2021. انعقد في 7 من نوفمبر بمدينة بيرنا المؤتمر الثامن لفرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في سويسرا، وقيم المؤتمر الذي عقد بمشاركة محدودة نتيجة وباء كورونا أنشطة السنتين الماضيتين، ووضع البرامج المستقبلية. وأوضحت تقارير المنظمات بذل الجهود لتعزيز المساهمة في البرامج الوطنية رغم تحديات كورونا، وبحث إمكانية تنظيم أنشطة قوية من حيث النوع والتوسع مع الوضع في الاعتبار التحديات الراهنة. وقيم المؤتمر كل الأنشطة بالمرضية، وبالرغم من عدم تنفيذ الأنشطة بالمستوى المطلوب بسبب وباء كورونا، وأوصى بضرورة توسيع التنظيم بكل جوانبه. وأوصى المؤتمر بضرورة القيام ببرامج تعليم سياسية مستمرة لرفع وعي الأعضاء، وتنظيم أنشطة واسعة لتعزيز المشاركة، ووضع خطط عملية للمساهمة في حملة التصدي والدفع بمشاركة الشباب. وأوضح مسؤول الشؤون الشعبية والجاليات السيد شيليشي إدريس بأن الوعي والتنظيم هو سر قوة الشعب الإريتري، وأن المهام الحالية تتطلب العمل بقوة لإنجاح البرامج الوطنية خلال التصدي لمختلف العدائيات. من جانبه أوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية ومندوب إريتريا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف السيد آدم عثمان بأن التنظيم مليء بالفرص والتحديات، وسيجري العمل على تقوية الأنشطة التنظيمية. قال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح مدين بأن الجهود تبذل لتمكين الشباب من إحداث تغيير إيجابي في أنفسهم ومحيطهم عبر تطوير قدراتهم. جاء ذلك في مناسبة تخريج 68 من الشباب العامل في الإقليم الجنوبي من دورة تدريبية استمرت لأسبوع في الإدارة والقيادة. وأوضح مسؤول الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيد جرماي قبروف في مناسبة التخرج في 6 من نوفمبر بأن دورات تدريبية مماثلة نظمت في مديريات الإقليم خلال الأشهر 8 الماضية. من جانبها أوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيدة أمتين قسي أهمية التدريب، داعية لتعاون الجهات المختصة في مثل هذه الأنشطة. في غضون ذلك تلقى 130 شابا دورة تدريبية ل3 أشهر في مديرية ابن حيلي في مجال التصوير وتركيب الأطباق اللاقطة للإرسال الفضائي وتصفيف الشعر وغيرها من المهن. وأشادت مديرية ابن حيلي بالإنابة السيدة ترحاس فقادو بدور الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في تدريب وتأهيل الشباب.
دعت إدارة مديرية فرور للدفع ببرنامج تجميع القرى في ضاحية قبقب وأسان لحصول السكان على الخدمات الاجتماعية. وأوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد زرزقين مريم بأن ضاحية قبقب وأسان محاطة بالجبال والمنحدرات وغير مناسبة لمرافق الخدمات الاجتماعية، ويتوجب على إدارات الضواحي منح الأولوية لتجمع السكان في مكان وسط ومناسب. وأشار إلى بناء مدرستين ابتدائيتين عامي 2012 و2019 لتحقيق ذلك الهدف، وبناء خزانات المياه لحل مشكلة المياه بشكل مؤقت، ومواصلة العمل لإقامة مشروع المياه باستكشاف المياه الجوفية. وحول الخدمات الصحية أوضح بأن العمل جاري لبناء عيادة صحية، حيث تعمل وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية والتطعيم عبر الممرضين المتجولين حتى إكمال بناء العيادة. نظمت مدرسة أسماط المتوسطة والثانوية أسبوع الطلاب الذي اشتمل على مناشط ثقافية ورياضية عكست برامج الأسبوع الطلابي تراث وقيم الشعب الإريتري والبطولات الإريترية والهوية الوطنية وأهمية القراءة وإصحاح البيئة. كما تضمن الأسبوع الطلابي مناشط تعليمية على شكل مسابقات وعروض. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ جمع آدم بأن الأسبوع الذي يهدف في الأساس لعكس قدرات الطلاب والمعلمين وهواياتهم جزء من الأنشطة السنوية المنتظمة. وقال حاكم إقليم عنسب السفير عبد الله موسى الذي حضر المناسبة بأن الفعاليات التي شهدها الأسبوع الطلابي تعكس القدرات الموجودة، ويجب الدفع بمثل تلك الأنشطة وتطويرها. قدم عمال المؤسسات الحكومية في مديرية رونا أكثر من 18 ألف نقفة دعما لأسر الشهداء، وجاء التبرع دعما للجهود الحكومية في مجال مساعدة أسر الشهداء باعتباره واجب على كل مواطن. من ناحية ثانية قال مدير مكتب التعليم في مديرية رونا الأستاذ سليمان محمود بأن المعلمين الجدد سيسهمون في حل النقص في المعلمين، داعيا الشعب والإدارة للتعاون معهم. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. بعد سنين من الجدل، استعادت بني من فرنسا 26 قطعة أثرية نهبها الجيش الفرنسي أثناء فترة استعماره لهذا البلد الإفريقي. واستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره البنيني باتريس تالون في قصر الأليزيه للمصادقة رسميا على نقل هذه القطع التي احتفظت بها فرنسا طيلة 130 عاما. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء زيارة وزير الخارجية الأماراتي إلى سوريا، مستنكرة أي جهد لرد اعتبار الرئيس السوري بشار الأسد الذي تعتبره واشنطن دكتاتورا وحشيا. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وفدا أماراتيا اليوم يرأسه وزير الخارجية والتعاون عبد الله بن زايد آل نهيان. وأضافت الوكالة أنه تم التباحث في العلاقات الثنائية بين أبو ظبي ودمشق، وهذه أول زيارة لمسؤول رفيع منذ قطع دول الخليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع في العام 2011، ويأتي في مرحلة تشهد تقاربا بين الإمارات وسوريا. وعلى قرار دول غربية وخليجية عدة، قطعت الإمارات في فبراير 2012 علاقتها الدبلوماسية مع دمشق بعد نحو عام من اندلاع احتجاجات شعبية سلمية واجهتها قوات الأمن بالقمع، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح. وفي نهاية العام 2018 استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات الانفتاح الخليجي. قطت طبقات من الرقوة السامة سطح نهر في الهند لتزيد من المصاعب البيئية التي يواجهها سكان العاصمة نيودلهي المغطاة بسحابة من الضباب الدخاني. وظهرت مناطق من النهر تمر بوسط العاصمة وكأنها مغطاة بالثلوج الكثيفة نتيجة ارتفاع مقدار المواد الملوثة به. وألقى المسؤولون المحليون بالمسؤولية على مياه الصرف الصحية الثقيلة والنفايات الصناعية التي تدفقت إلى هذا الجزء من النهر خلال الأسبوع الماضي. وأدى التلوث السام إلى وقف إمدادات مياه النهر للعديد من الأحياء في نيودلهي. هذا وقد تعهد المسؤولون الهنود باتخاذ إجراءات جادة لتطهير مياه نهر يامونا من تدفق المواد الملوثة دون جدوى.
في الخبر الأخير بيعت في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس نسخة طبق الأصل من لوحة موناليزا للفنان ليوناردو دافنشي، وهي واحدة من أشهر اللوحات في العالم، مقابل 210 ألف يورو. وقدرت دار أرتوكريال للمزادات أن هذه النسخة التي يعود تاريخها إلى عام 1600 تقريبا وتبدو مشابهة بشكل لافت للنظر للنسخة الأصلية، ستباع بمبلغ يتراوح بين 150 ألف يورو و200 ألف يورو. واللوحة الأصلية التي اشتراها الملك فرانسوا الأول ملك فرنسا من الفنان في عام 1518 موجودة في متحف اللوفر في باريس وليست للبيع. وفي يونيو اشترى أوروبي يهوى نسخة أخرى من الموناليزا تعود إلى القرن السابع عشر مقابل 2.9 مليون يورو، وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة من دار كريستيز في باريس. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشر إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 24 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. انعقاد المؤتمر الثامن لفرع الجبهة الشعبية في سويسرا. وجهود لتطوير قدرات الشباب. دولة بنين تستعيد رسميا 26 قطعة أثرية من فرنسا. وبشار الأسد يجتمع بوزير خارجية الأمارات في دمشق. رقوة سامة تغطي سطح نهر يامونا في الهند. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.